السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة جايين مع بعض في فيديو جديد، بس قبل الفيديو صلى على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة جايين مع بعض في معلومات مفيدة جدا جدا، هتقدري انت تستفادي مني بإذن الله. طبعا اول حاجة هنشوف اسباب نقص الوزن في البط وعدم الاكل. طبعا يعني ما بياكلوش ليه ما بيزيدوش معانا ليه. وان شاء الله هنعمل مع بعض وصفات حلوة جدا جدا لزيادة الوزن والتسمين ورفع الوزن بطريقة رهيبة جدا جدا، وبإذن الله هتعجبكم. بس خليكم معايا دايما. واهم حاجة لو ما انتش مشتركة معايا اشتركي لي عشان يوصل لكل جديد اول باول زي ما انت شايفة كده. طبعا ده البط بتاعي عمره كده شهرين ما شاء الله. بس لكن طبعا البرد بجد بصراحة خلى معايا الحجم مش واحد، يعني دولت عمر واحد. بس لكن البرد كل ما البط يكون بردان ويكون عندي اسهال طبعا ما بيستفادش من الاكل اللي هو بياكله او اي وصفة انا بعملها له. يعني ايه ما بيزيدش معايا زي ما انت شايفة كده. ايه ده البطة دي نفس الحجم ده. فزي ما انتوا شايفين كده معايا حوالي 4 بطات همت، وما شاء الله ال3 بطات اللي دولت حلوين والوزن بتاعهم ما شاء الله. فده اللي سبب عندي قلة الوزن. ما تقولوش معايا اللي هم ال4 بطات دولت سبب البرد. طبعا الجو كان برد من فترة، وحاليا يعني الجو برد. فطبعا ابني كان بيفتح لهم الصبح كده بدري، وانا كنت لسه ما بطلعش على السطح عشان افطرهم، فبقى يفتح عليهم الباب. فطبعا خدوا نزلة برد فجالهم اسهال. ده سبب اللي ما يزيدوش معايا. وبدأت الاسهال ده فضل 2-3 فما يعني ايه زي ما انتوا شايفين كده ما زادوش معايا. بس هم بدأوا يعني احلو، يعني كانوا وحشين عن كده، بس ما شاء الله بقوا احسن من الاول. طبعا بالوصفات وبالمتابعة. فانا مش عايزاك تغلطي نفس الغلطة اللي ابني غلطها او الغلطة اللي انا غلطتها. لازم البط لما بتلاقيه بيزيد ما شاء الله لازم بتدفيه في الشتاء. طبعا عكس بقى ايه لو في الصيف تبتدي اللي انت بقى ايه ما تحررلوش المكان وتحط له ميه كتير. بيحب اللي هو يشرب ميه كتير في الحر. فاحنا ايه في الشتاء. فالشتاء احنا في فصل الشتاء لازم بقى ايه اي تربية بط عندك لازم تهتمي بيها وتدفيها. كل ما تدفي البطة ما شاء الله ما شاء الله هتلاقيها معاكي بتاكل وبتشرب، وفي نفس الوقت ما بيكونش عندها اسهال او اي حاجة معوية. ده نصيحتي ليكي. فزي ما انت شايفة كده يعني البطة دي عمر البطة دي. فده اللي عمل بقى ايه ما خليهاش تزيد، اللي هي خدت نزلة برد. فطبعا بالوصفات ولازم تهتمي بهم وتحط لهم علفة برضك على طول. ولو في اي اكل بواقي عندك تقدري انت تحطيها، اي خضرة، ده كله كالسيوم وحديد وطبعا بنحط لهم كل حاجة. طبعا انا بحط لهم الاكل صبح وعصر زي ما انتم شايفين كده. طبعا ده علفة وسط. فما شاء الله اول ما بتبتدي كده تحط للبط تبتدي ان انت تحطي له علفه اللي هي سمسم. وبعد كده بقى ايه ما يتم شهرين تبتدي ان انت تحط له اللي هي العلفه دي اللي هي العلفه الوسط. وبعد بقى ايه ما يتم من 3 شهور يبتدي اللي هو نحط له العلفه اللي هي الخشنه. فما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. طبعا لازم ندفيهم ونفرشهم الفرشه ديت، وفي نفس الوقت لازم يطلعوا في الشمس. شمسية الصبح بتبقى يعني ايه ما بتبقاش حامية زي شمسية الظهر. فتطلعوهم نص ساعة كده في الشمس، وبعد كده ايه ما شاء الله هتلاقيهم دفوا معاكي. وفي نفس الوقت الشمس حلوة جدا جدا، مكمل غذائي للبط، يعني عامل كبير للبط بتاعنا او اي طيور عندك. ده طبعا بتشيل اي ميكروب، وما شاء الله بتقوي العظام عندهم، وما بتمنع عنهم اي كساح. يعني دولت في عمر
يحصل عندهم كساح. وما شاء الله مفيش عندي اي بطه فيها اي كساح خالص، ومفيش عندي اي بطه فيها كساح. فزي ما انت شايفه كده، بس ايه النقص، بس ايه اللي هي بردت معايا وجالهم دور اسهال فما زادوش معايا، فلازم نراعيهم. وطبعا دي الفرخه كده جنب في الاوضه، دي فرخه بتبيض، فطبعا انا فاتحه لهم برضو الباب ياخدوا يعني يشمسوا كده، فدخلت بقى ايه وانا بصور. فدولت في اوضه ودولت في اوضه، يعني دولت مامشوا مع بعض. فحبيت ان انا اعمل لكم الفيديو ده، ويا رب الفيديو بتاعي يعجبكم كده النهارده وتستفادوا مني. طبعا لو فطبعا كل ما تهتم بهم وتجيب لهم برضك ازازه كده ايه ازازه املاح حلوه جدا جدا، انا كنت جايبها لهم وما شاء الله حطيت لهم على كذا يوم. فزي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله كلتهم حيويه وكلتهم نشاط. ولازم تتابع اي طيور عندك بالبصل، ده ما شاء الله بيفتح نفسهم وبيفوقهم كده ويخلوهم ايه مصحصحين معاكي. وطبعا اضافه برضك للثوم. الثوم حلو جدا جدا، مضاد حيوي وبيشيل عندهم اي ميكروب، اي حاجه من دي بتشيل اي ميكروب ومضاد حيوي. فبجد الوصفات ديت بتخلي البط ما شاء الله. فزي ما انا قلت لك كده، لو انت عندك شويه بقى خضروات كده تبتدي يعني ايه بايظين كده من عندك او باقيين كده، تبتدي ان انت تقطعيهم كده قطع صغيره لو هم في الحجم البط ده، وتبتدي ان انت تلخبطهم على العلفه. ما شاء الله كلتهم حديد وكالسيوم، ما تستهونيش بالحاجات ديت ما شاء الله. ممكن برضك تجيب لهم برضك رغيفين عيش كده وتبوشيهم وتلخبطوهم على العلفه، ده برضك بيساعد برضك من الاكل بتاعهم. يعني طبعا العلفه غاليه الايام دي يعني غلت، فممكن برضك تبوشي لهم عيش. يعني مثلا لو تاكلوهم علفه صافيه كده الصبح، واكلة العصرية تبتدي ان انت تبوش لهم رغيفين عيش على شوية علفة كده، ما شاء الله هيعملوا معاكي كمية حلوة. وفي نفس الوقت الاكل البط هياكل وهيشبع وهيتقل معاك ما شاء الله. البط زي الفل معايا اهوت. فطبعا ده بقى ايه السقايه، طبعا انا غسلها لهم، لازم تغسليها لان لازم بيسبب يعني ايه بعد الشرب بتاعهم كده بتبقى رواسي بتعمل ميكروب، ولا قدر الله ممكن يجرى لهم حاجه. فاحنا طبعا لازم النظافه والفرشه النظيفه، ومعانا الشمس برضو نشمسهم كده دايما، نطلعهم في الشمس. ده ما شاء الله هتبقى معاكي التربيه ناجحه ومعاكي زي الفل. أنا طبعا مش هعمل معاكم اي وصفات خالص، بس انا جايه اقول لكم طبعا سبب نقص البط يعني ما بيزيدش معاكي ليه. ده طبعا لو احنا في الشتاء، احنا حاليا في الشتاء اهوت، يعني بسبب خدوا نزلة برد وعندهم اسهال، فكل ما بياكلوا ما بيستفيدوش من الاكل، فكده عندهم يعني ايه ميكروب كده في بطنهم، ما بياكلوش، وتلاقيهم كده ما بياكلوش كتير اكلتهم المظبوطه. فده سبب البرد. لازم اهم حاجه تدفيهم، دفتيهم وفرشت لهم فرشه يوميا نظيفه، غسلت لهم السقايه بتاعتهم واهتمتي بيهم، ما شاء الله ما هيجرى لهمش اي حاجه. وطبعا مع الوصفات زي ما قلت لك، بصله تخرطها خرط ناعمه، ده ما شاء الله حلوة جدا جدا. برضو توم تفرموها كده في الكب عندك وتلخبطها كده، بتبقى حلوة جدا جدا، بتعمل لهم بتشيل اي ميكروب ومضاد حيوي. وممكن تجيبي برضو ليمونة، عصرة ليمونة كده في السقاية في المية، حلوة جدا جدا بتشيل اي ميكروب. فكل الحاجات دي بتساعد معانا على تربية البط، وبتخلي معانا تربية البط ناجحه وزي الفل. فما تغلطيش غلطتي، خلي بالك كده من تربيه البط بتاعتك. وزي ما انت شايفه كده ما شاء الله عندي البط زي الفل اهوت. فباذن الله يعني ههتم بيه اكتر من الاول. وطبعا عودي نفسك ما تحط لهمش كده اكل وتسيبهم، لا لازم تقعدي كده جنبهم شويه وتبتدي ان انت تتفرج عليهم حتى وهم بياكلوا كده شكلهم يفرح. فطبعا هتقدري تعرفي البطه دي بتاكل والبطه دي ما بتاكلش، تعرفي اللي هي كشه او مش كشه. فلو لاحظت بط بس كشه فيهم تعرفي اللي فيه دور جاي لهم. تروحي بقى تعملي بقى ايه، تروحي لدكتور بيطري او تعملي لهم بصله او حاجات من الوصفات ديت ما شاء الله.
يعني هتشيل اي ميكروب عندهم بدل ما تسيبهم يعني ايه يتعبوا منك. فيا رب الفيديو بتاعي يعجبكم كده النهارده وتكونوا استفدتوا مني باي معلومه. بس اهم حاجه لو انت منتش مشتركه معايا في القناه اشتركي لي عشان يوصل لك كل جديد باذن الله. هيعجبك فيديوهاتي وهتقدري انت تستفادي منه. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم كده النهارده. مع السلامه.